السلام عليكم يا حبيباتي، رب تكونوا بخير وصحة وسلام. أنا بشكر اخواتي وحبايبي اللي قالوا لي كلام خلوني عارفين الفراشة اللي طايرة في البيت. أنا كنت زي الفراشة اللي طايرة في البيت. عارفين بتحسي إن في حد بيحبك، في حد بيقول لك كلام حلو. آه، أنا بقيت حاسة إن أنا عارفين اللي هو كل ما أخش كده ألاقي كومنت يفرح قلبي، بحس إن أنتوا هين عليا كده أدور عليكم وأروح أبصكوا واحدة واحدة بجد والله. من يوميها وأنا فرحانة ونفسيتي في السما. سواء بقى الفيديو اتسمع يعني حد يعني كملوه للآخر ما كملوهوش، بس في كام واحدة يتعدوا على صوابع الإيد دول إخواتي يعني، بيحبوني. قالوا لي كلام حلو من قلبهم. عارفين الكلمة اللي بتطلع من القلب بتوصل للقلب، أهو انتوا كلامكم طالع من قلبكم وصل لقلبي. بس وصل لقلبي اللي هو عارفين، أنا حاسة إن أنا عارفين طايرة عطتوني ثقة في نفسي. يعني أنا بسجل الفيديو أنا حاسة بثقة بنفسي، حاسه انا مش عايزه اعيد. مش حتى لو سمعت الفيديو مش هعيده تاني. ليه؟ لان عارفين انا، انتوا اعطيتوني ثقه. عارفين اللي هو انا حتى لو جيت اشتغلت قدامكم بس مباشر، لا مش هبقى خايفه ومش هبقى محروج. وعارفين ايه هقول لكم ايه تاني؟ انا حاسه ان انا فراشه كده وطايره من الفرحه، والله العظيم من الفرحه. هعمل معاكم الفطار النهارده، وبعد الفطار هنزل بقى اخد السلم بالبوابه كده. دخلت السلم بتاعت البيت بتاعي بالبوابه، وبالمره بقى وانا ساخنه كده عملت البلكونه وعملت الغدا. فعارفين اللي هو ايه اليوم كله معاكم. يا رب بس ما تزهقوش مني. بصوا جبت بصلايه متوسطه وحطيت على البصلايه 3 بيضات 4 بيضات حسب بقى اللي في البيت يعني. إيه، وحطيت عليها شطه يعني نص قرن شطه خضراء، وعود كزبره او بقدونس الموجود عندي، وبهارات بقى فلفل اسود وبابريكا وشويه كزبره ناشفه، وايه تاني وشويه ملح. وبحط يا بنات عصرة ليمونة، بس لو ما عندكيش ليمون تمام. الأكلة دي بقى أنا كنت بعملها وأنا بنت، كنت باجي من المدرسة ألاقي أمي بتخبز مثلا، أو يعني ألاقي جماعتنا بيخبزوا. كانت أعملها كده في طبسية كده أو طبق يعني غويط، ويجي فرد الرغيف، بفرد رغيف العيش وأعمل له حروف كده وأحطها. وأحط بقى بس في رغيف العيش بتزودي شوية زيت يعني على الخلطة. أقسم بالله كانت بتبقى تحفة. عارفين أكنك كده بتاكلي رغيف عيش باللحمة. المهم هنا انا بعملها في طاسه بقى، ولادي بيحبوها في كده، في زي بيض الاومليت كده. بيموتوا فيه لانهم مش بيحبوا البيض المسلوق قد كده يعني. المهم الطاسه ما تكونش بتلزق، وتحط يعني تحتها شويه زيت. هنا أنا ما كنتش جبت البتاع ده اسمه ايه، ما كنتش عملت الفول. ما كنت يعني الفيديو ده ما كنتش عملت فيه الفول. شوفي بقى فرق الفول ده من الفول التاني. والله يا بنات يعني اللهم الله المستعان. اعملي حاجتك في بيتك بصراحه هتفرق كتير. آه، المهم بص بقى، اهم حاجه تكون الطاسه ما بتلزقش يعني، او تحط شويه زيت كويسين تحت. يعني انا هنا حطيت نقطه زيت صغيره قوي، ففي حته فيهم لزقت، بس بيبقى طعمه عسل والله العظيم. بس اهم حاجه تاكليه ساخن يعني كده مع العيش بقى ومع الطعميه والفول. وسع يعني. المهم ظبطت الفطار يعني، وكان فطار يوم الجمعه اللي هو بنصحى متاخر بقى يوم الجمعه وتعملي فطارك. قلت على ما اطلع اعمل الغدا وكده ايه هتاخر يعني. المهم خلصت بقى ال البتاع ده. عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، وعايزه بالله عليكم واحنا بنعمل الفطار سوا كده عايزه اقول على حاجه. انا اي معلومه بعرفها بحب يعني اللي هي معلومه ممكن تدخلنا الجنه سوا، تفكرنا بذكر، بحب اقولها. ممكن يعني انتوا تكونوا عارفين، يعني اكيد الاغلبيه مش عارفها. يعني قصدي يعني اكيد الاغلبيه عارفها، وفي حد مش عارفها. زي في حاجات انا يعني، في حاجات ببقى اول مره مثلا قاعده على اليوتيوب اسمعها من شيخ ولا حاجه، بقول ازاي انا ما كنتش عارفه الحاجه دي قبل كده. فبحب اقولها لكم انتوا، اي حاجه عارفينها عن تذكرنا بربنا، تذكرنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. قولوا لنا عليها في الكومنتات. اي واحده مثلا عندها حاجه ذكر يعني حاجه عارفه الصدقه جاريه ليكي العمر كله. يعني اي واحده تخش الكومنتات هتشوف تعليقك مثلا، هتذكريها بحاجه، هتذكريها بذكر، هتذكريها بورد، هتذكريها ب اي حاجه كانت تاخد بايدنا للجنه، هتبقى في ميزان حسناتك ليوم الدين. لان بتبقى حاجه يعني قناه مفتوحه والكل بيخش مثلا، او الفيديو هيفضل العمر كله ان شاء الله. هنا الجبنه ده انا بحب اعملها على طماطم وزيت، طماطم وزيت وقرن شطه اخضر كده، وبهرسها ولادي بيحبوها كده يعني. المهم
بصوا انا سمعت الشيخ بيقول بقى يا بنات الصلاه بعد ما تخلصي صلاه ما تقوميش من على سجاده الصلاه على طول. اقعدي، هو المفروض يعني اقعدي على قد ما تقدري، بس طبعا احنا عشان شغل بيتنا، يعني انا كنت بخلص صلاه وعايزه اخلص بسرعه عشان مثلا اروح اشوف اللي على النار، اخلص بسرعه واقوم بقوم من على السجاده. لا، بقول لك لما بتقعدي على سجاده الصلاه بعد ما بتخلصي صلاه، الملائكه بتستغفر لك، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه ان انت مثلا بقول لك لو متي من بين الصلاتين دول بتخش الجنه، او بيتغفر لك ذنوبك يعني. ان انت بتقولي سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. يعني 10 مرات سبحان الله، و10 مرات الحمد لله، و10 مرات الله أكبر. وتقولي آية الكرسي، طبعا كلنا حافظين آية الكرسي. دول هياخدوا معاكي بالظبط دقيقة ونص، يعني أنا تهيالي أقل من دقيقة ونص يعني. سبحان الله سبحان الله مش هتاخد حاجة. دولت بقولك لا، وتستغفري ربنا 3 مرات، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم 3 مرات. بيقول لك لما بتعملي كده، لو مت بين الصلاتين، او يعني المتنا بين الصلاه دي والصلاه، ربنا بيغفر لنا كل ذنوبك. فتخيلي دقيقه ونص بين كل صلاه، يعني دقيقه ونص بعد كل صلاه، تقعدي كده على سجاده الصلاه وما تتكلميش بعد ما تخلصي الصلاه وتقوليهم. انا مش حاجه والله العظيم يعني. انا بقول يعني انا بصراحه يعني اكيد فيكم كتير عارف المعلومه دي. بس انا والله ما كنت اعرفها، وما عرفتهاش غير الاسبوع اللي فات، وسجلت الفيديو اللي فات ونسيت اقول لكم. وقلت ان شاء الله باذن الله الفيديو ده اقول لكم عليه. يعني لو في واحده او اتنين مش عارفينها، يعرفين اللي هو بناخده بايد بعض للجنه. احنا اتفقنا اي حاجه نعرفوها، اي حاجه في واحده فيكم عارفه اي معلومه تاخد بايدنا للجنه، لو ولو بسيطه، ممكن نكون انت هتهيالك ان بتهيالك ان انا عارفاها بس انا ما اكونش عارفاها مثلا. لا، قولي لي عليها في البتاع ده اسمه ايه، في التعليقات. هنستفاد، انا هستفاد وده هيستفاد، وهتبقى صدقه جاريه ليك العمر كله يعني ان شاء الله. بصوا بقى، انا مسكت دخلة السلم، انا ما غسلتهاش غسلة رمضان عشان نبقى متفقين، يعني احنا هنغسل تاني غسلة رمضان باذن واحد جل علاه ان عشنا وكان لنا عمر. انا ساعه ما بقول كلمه رمضان دي قلبي بيفرح من جوه. احنا ما بنعلقش زينة رمضان يا بنات في الشارع، لان زي ما انتم عارفين اللي قصادنا مش باني، يعني باني الدور الارضي اللي هو الدكاكين كده، بس هو لسه ما بناش فوق، ما سكنش يعني. فما فيش حاجه ان احنا نوصل بيننا وبين. دي حاجه. الحاجه التانية، ما عنديش حد انه هيعلق، جوزي بيطلع زي ما قلت لكم الصبح وبيجي اخر النهار، وما عنديش غير ابني الصغير. احنا بنعلق زينه رمضان بتاعتنا كلها في دخله البوابه بتاعتنا، في الدخله كده وانت طالعه السلم. ان شاء الله باذن الله بقى اغسل الافرع القماش اللي عندي، ونعلق مع بعض، نغسل البوابه دي بقى بالدخله غسله بالتناس بصابون وحاجات كده. انا كده يعني دي الترويقه العاديه، يعني دي كده انا بغسل من الطينه والتراب بتاع الشتاء باذن واحد جل علاه. قبل رمضان ب10 ايام كده ان شاء الله، او لما نبدا ترويقات رمضان يعني، ونخلص الترويقات نخلوا البابا دي اخر حاجه، ونعلق مع بعض بقى ان شاء الله. هنعلقوها سوا كده، بصوا يعني مش كله هنبقوا بس مباشر مع بعض. نعلق بقى زينة رمضان سوا بإذن الله، و... ونعلق بقى الفانوس. وعارفين جو رمضان ده الفرحة احنا بنعلقها والله. ولادي بيبقوا فرحانين، اللي هو البنات وابن الصغير، وعارفين اللي بتبقى فرحة رمضان يا جماعة. رمضان، رمضان يا رب بلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. هنا بقى الدرج اللي بره ده ابني، شفتوا بقى احنا عشان الشارع بتاعنا طلب، طول اليوم قاعدين على السلم بياكلوا سندوتشات، عارفين اللي هو بصي. المهم يعني ابني خد كده الشارع بتاعنا عشان مش اسفلت، مش متبلط يعني، الطينه ما شاء الله فيه يعني. خلصت كده بقى، قلت وانا زي ما انا كده اطلع على البلكونه. خدت برضو البلكونه اللي هو الحديد ده، قلت استغل ان النهارده الجمعه ومفيش حد في الشارع طلبه، بس والله العظيم كان فيه. يعني انتوا عندكم يا جماعه امتحانات والجمعه المفروض ريحوا، الجمعه ذاكروا حتى لا. فعلى قد ما قدرت يعني ان انا ما اجيبش على العيال اللي تحت او الطلبه اللي تحت ميه، ما بقيت بعمل كده. هنا ده كنت بحط فيها المشابك بس اتكسرت وباظت، قلت هفكها بقى وارميها بالمره، لان انا جبت علبه مشابك تانية كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
خدته بقى كده بالميه بس كده بنات، غسلته وحطيت شويه بريل في الاخر كده، وغسلت اسمه ايه السكلوم ده ولا اسمه ايه، اللي عارفه اسمه ايه. غسلته بقى بالفرشه كده، بس عارفين اللي هو مش عارفه اصور عشان يعني بتبقى توطي الكاميرا وكده، فما تبقيش واخده راحتك يعني. فغسلته بقى، وكنت عارفين التراب اليومين دول النهارده كان تراب فظيع يا بنات، واقسم بالله احنا كان بنسمعه الاصوات كده، عارفين اللي هو تحس ان الدنيا انقلبت. فالله المستعان بصراحه. خدته بقى كده بميه كده بالخرطوم، وكانت بنوتي واقفه في البلكونه، لو حد جاي حد معدي من الشارع استني يا ماما، نستنى لحد ما يعدي يعني. المهم غسلته كده بالمره، قلت بقى طالما انا مبلوله مبلوله اخد الحديد ده بالمره كده اشطفه يعني. على الاقل لما اجي اغسل يعني اعمل تروية رمضان يبقى الحديد ده خفيف، يعني حاجه خفافه، يعني ما يبقاش عليه تراب كتير، لان انا برضو بقى لي فتره ما البلكونه بتاعتك منها مش واسعه، مش بندخل فيها على طول، وفي الساعه والشتاء دي يعني مش بتدخل على طول، بس عارفه اللي هو والشارع بتاعنا كله طلبه ورايح وجاي، فالتراب ما شاء الله يعني احنا بنحط الغسيل كده، والله يا بنات بساعتين ببقى عايزه المه عشان التراب والحاجه اللي رايحه واللي جايه. سحبت بقى المساحه دي، حلاوتها ان هي بتسحب الميه ما بتخليش بصراحه. إيه، انا زي ما انا قلت لكم ان دي الاصليه، انا كنت جايبه ام 50 جنيه او 45 جنيه، كانت ب 45 جنيه، ما كانتش زي دي بصراحه يعني. دي اللهم بارك جميل. خلصت بقى كده بصوا، دخلت بقى كانت بنوتي غسلت المواعين وسابت لي الصينيه بتاعه البيض بس، يعني شوفوا روقت لي المطبخ. شفتوا عندكم بنوته حلوه زي دي كده؟ ربنا يبارك لكم في ولادكم يا رب. لقيتها خلصت لي المطبخ بقى، غيرت هدومي، ظبطت نفسي كده وغيرت، قلت اعمل بقى اسرع اكل ايه. يعني بصوا بقى بتدوري على اسرع حاجه، اسرع حاجه مكرونه وبانيه. ما تبلتش البانيه والله، على السريع يعني، انا عملته على السريع ليه؟ لان انا ما كنتش دي الطماطم اللي انا فرزها، خليتها فكت سنه في الفريزر في الميكروويف عشان اخد على قد ما انا عايزه. بصراحه انا اول مره اعمل طريقه المكرونه دي، كنت شايفه ايمان صاحبتي كانت عاملاها فقلت اجربها، بصراحه كانت جميله وخفيفه، تحس ان انت عارفه مش تقيله، مش تقيله زي اللي بتسلقيها بتبقى بصلصه. انا كنت وانا بنت بعملها محمره بس بشوربه، بس طبعا عملتها لاولادي مره ما حبوهاش، يعني عملتها زي ما كنا بنعملها وانت لسه بنت يعني ما اتجوزتش، فما حبوهاش، ما عايزين الصلصه وصلصه صوص، عايزين عارفين صوص الصلصه اللي هو ليه ما كتير ده، هم ده اللي عايزين. حطيتها بقى على النار كده وقلت اعمل البانيه. البانيه ده يا بنات انا لما بجيب بانيه بعمله، بخلي لو شريحتين، تلات يعني، تخلي اتنين تخلي تلاتة، حاولي توفريهم، بتعملي بيهم اكله كامله مكمله مره. اللي هو ايه، ممكن تعملي بقى رز بسمتي، والله بيبقى تحفه، احسن ما بتكوني عامله فراخ سليم. بتقطعيها بقى اللي هي البانيه ده، بتقطعيه ترانشات كده او مكعبات صغيره، وتعمليه زي ما بتعملي اللحمه او بتعملي الفراخ، وتحطي فوق الرز البسمتي، والله بيبقى تحفه، وبتبقى اكل يعني، حمري معاهم بطاطس وبتبقى اكله وتحمد ربنا عليها. هنا البانيه زي ما انتوا عارفين انا بعمل البانيه بتاع، ما بعملش البقسماط بالبقسماط اللي احنا بنشتروه الجاهز، ما بحبوش، ما بيجيش معايا سكه خالص. بجيب البقسماط العادي اللي بالسمسم ده واعمله كده ويعني واطحنه في المطحنه، عندي مطحنه بطحنه في المطحنه واعمله فيه على طول. اما البقسماط التاني ده بحس انه دلع، مش عارفه، احس انه طعمه وحش بصراحه. وهنا من غير ما بقى ما احطه في التلاجة، سيبيه ساعة في التلاجة عشان ما يفكش او ما يعملش، والله على طول. الايه التتبيلة بحط بصل، في ناس بتحط مية بصل بس انا والله ببشر البصل ناعم وبحط بصل، وبحط فلفل اسود وبابريكا، ما تكتريش بابريكا عشان ما تديش لون غامق معاكي في البانيه، وشويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، وممكن عصره ليمونه بسيطه بس. بحط بقى لو عندي لبن بحط معلقتين لبن مع بضايه، مفيش لبن خلاص بحط بيض بس، وبيبقى اللهم بارك لا بتفك، وبيبقى مقرمش وجميل، والله بيبقى تحفه يا بنات. ده بقى اسرع حاجه انك تعمليها انت بتدوري على اسرع حاجه بتتعمل في الجو الساقع دي، حاجه تدفي تدفي من ناحيه، لان انا وقفت في الميه كتير، فحسيت ان انا بطلت بصراحه يعني، عارفين اللي هو ما عدتش قادره. اهم بصوا دول شويه البانيه اللي قلت لكم عليهم، دولت بحطهم وبعملهم في كيس وبيبقوا اكله كامله مكمله، والله بتبقى غدوه وبتكفي وما شاء الله اللهم بارك يعني الحمد لله، بنحمد ربنا، نعمل معاه بطاطس محمره وخلاص على كده.
هنا بقى المكرونه كانت اللهم بارك كانت جميله يا بنات والله، يعني الولاد ما اعترضوش خالص، اللي هو بقى تسلق المكرونه وتصفي وبعدين صلصه وبعدين مش عارفه، دي خفيفه، انا حسيتها دي خفيفه تاكليها كده مريحه في الاكل. خلصت بقى الحاجات دي، وحطيت البانيه. بصوا عسل، كان طعمه زي تحفه والله. بصوا استوي من جوه، الكفر بتاعه او الحاجه اللي بره اللي بره ده ناشف يعني جامد، مش سايب نفسه. يعني انا بشوف ناس بتعمله بيفك وتطلع البتاع مش عارفه وفي بيبقى عامل طبقه غريبه كده، معرفش بقى بيبقى حاطين عليه اللي هو عشان نوع تاني من البقسماط ولا ايه. بس كده خلصت. كده بقى اعمل كوبايه الشاي بتاعتي، كوبايه شاي بالنعناع كده، واقعد على مزاج بمزاج كده، اقعد تحت البطانيه قدام التلفزيون اي حاجه، المهم تبقى دماغي مرتاحه. واشوفكم في فيديو جديد، ومتنسوش اللايك والاشتراك، ومع السلامه.